السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نسوي طريقة عمل إجعاج الخضار، كلش طيبة مفيدة لشهر رمضان، ضروري تكون على سفرة رمضان. بها كلها مكوناتها من الخضار، سويناها بأبسط طريقة ما أخذت من عندنا وقت. بنات إذا حابين تتعرفون على مكونات هاي الوصفة تابعوا الفيديو للنهاية لتتعرفون على الخطوات. هنا عندي بنات باذنجان مقطعتها ناعم، طماطم مقطعتها ناعم، بتيتا مقطعها ناعم، كرفس او بقدونس مقطعها ناعم، فلفلاية حباية فلفلاية مقطعها ناعم، بصل مقطعها ناعم. راح اضيفه مباشرة بالطبق اللي يريد نحط بيه. للتوابل عندي هنا فلفل اسود، كركم، بابريكا، خميرة ملعقة، ملعقة كاري، وملعقتين كبار من الملح. طبعا كلها على ملعقة صغيرة، بس ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتين كبيرة ملح. راح اضيفها مباشرة على الخضار. بنات الحلوة بهاي الاكلة كلها تصير بطبق واحد. راح نجيب الدقيق اللي هو الطحين، متعدد استعمالات. الطحين اي نوعية عادية، كان اسمر او ابيض نفس الشي يرهم بهاي الوصفة. راح نضيفه مباشرة على الخليط، طبعا ما نضيفه كليته. هنا بنات القياس اللي نشوف الخضار ايش قد ياخذ طحين. نحط له مثلا قلاص قلاصين. طب راح اضيف له قلاص من المي. بنات هنا لا تكثرون مي، لان الخضار هم تطلع مي. لازم نخلط ونشوف ايش قد ما ياخذ مي بعدين نضيف له، يعني مو قبل نضيف له المي وبعدين ما نقدر نتحكم بالقياس. بالبداية ان نشوف ايش قد ياخذ مي نحط له. بنات هسه راح اضيف هذا الطحين كليته، نص قلاص من المي. راح نخلط المكونات بيدينا. هسه بنات كملنا. هي ما تحتاج خلط، بس مجرد تخلطينها، ما تريد الا تعجنينها وتطولين بيها، لا، بس مجرد تخلطين المكونات. هسه مثل تصلين هذا القوام تقولين خلاص بعد ما اضيف لها طحين. بس حطيت لها تقريبا قلاص ونص من المي، حطيت لها قلاص ونص من المي، والبقيه السوائل مال الخضار هو اللي طلع وسوى لنا هاي العجينه. بنات الطحين انتوا تتحكمون بيه، يعني مو قياس، انتوا تتحكمون ايش قد الطحين، لان انا هم الخضار عندي مو قياس. اكو حبة بصل كبيرة، اكو حبة طماطة صغيرة، فانتوا حسب الكمية انتوا من تصلون القوام اللي هذا هسه عين انه تقدرون تشكلون بيه بسهولة. خلاص معناته وصلنا القوام المطلوب. تمام. هسه افتهمنا هاي الخطوة. لما تخمر نبلش نشتغل بيها. راح نغلفها. بنات هاي الاكله انا ما اعرف انتو شو تسمونها ببلدكم. هاي ناس تسميها كباب عروق، ناس تسميها كباب خضار، حسب انتو شو تسمونها، بس احنا نسميها عروق. انتو شو تسمونها ببلدكم دزوا لي اياها بالتعليقات. هسه بنات راح نفتح عليها. طبعا ما خليناها تخمر يعني تخمر حيل، طبعا خمرة بسيطة. بنات هسه تقدرون تحتفظون قسم من عندها بالثلاجة وتقدرون تقلونها مباشرة، يعني تبقى مدة 3 ايام كل شي ما عليها. هسه راح نبلش نقلي مباشرة. عندي زيت هنا حامي، راح مباشرة اقلي بيه الإسعاج. شوفوا هيك ماعون عليه كنس مطبخ. طبق كلش طيب وصحي ومفيد، طبعا ضروري على سفرة رمضان، لان احنا برمضان مو حل ناكل خبز. شوف البنات طريقة الشغل مالته هيك. بس يصير هيك الوان مباشرة نطلعه. هسه بنات عندي طبق حاطة عليه كلينس. ضروري هاي الطبقة مالت الكلينس يشرب الزيوت اللي بالشعاج.
بهيك شكل راح ابلش اسوي كليته وارجع لكم. هسه بنات هاي النتيجة النهائية، شوفوا شلون صار عندي كلش حلو وطيب ومقرقش ومفيد وما طوخذ من عندنا وقت، بسرعة خلصنا. ضروري يكون على سفرة رمضان هاي الوجبة، لأن كلش طيبة وغنية بالفيتامينات، لأن بيها خضار وبيها طحين. إذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس، ومع السلامة.